عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم اسهل طريقه ديال اللحم بالبرقوق والمشماش، كتجي خطيره ورائعه والمرقه كتجي خاتره. المهم نخليكم مع الفيديو. فواحد الكوكوط كنضيف اللحم، كنبدا نضيف اللحم وكنضيف البصله تكون مقطعه رقيقه، وكنضيف معلقه ديال السكنجبير مع نص معلقه معمره ديال البزار، ونص معلقه ديال الخرقوم تكون عامره، وشويه ديال الملحه وواحد العود ديال القرفه. كنحركوا المكونات مزيان، وكنضيف قزبور ومعدنوس مربط وجوج كيسان ديال الماء بالحساب، جوج كيسان. كنحركوا المكونات وتنسدوا الكوكوط وكنوضعوها فوق البوطه تكون العافيه مجهده حتى كنحسوا بالصفاره طلعات، وكنقصوا عليه البوطه وكنخليوه يطيب على خاطره. صافي كنحل عليه دابا، راه طاب وتعلقات المرقه. ما تحركوه ما تشحروه ما والو، كتحلوا عليه كتلقاوه طايب مزيان، ديك البصله دايبه. المهم خليوه يطيب على خاطره وعافيه تكون مهيله. هذا هو الشكل ديالي ديال اللحم بالبرقوق والمشماش. طبيعة الحال غادي تكونوا عارفين الطريقه ديال المشماش والبرقوق بلا ما نطول الفيديو. كنتمنىكم تجربوا هذه الطريقه السهله ديال اللحم بالبرقوق. وشكرا بزاف على المشاهده، ما تنسونيش بالاشتراك في القناه الى عجبكم الفيديو. شكرا بزاف على المشاهده.